هل أنت مستعد لتجربة حياة أفضل على أكمل وجه؟ هنتكلم النهاردة عن فيزا بلاك الائتمانية. ليست مجرد بطاقة، بل هي مفتاحك لعالم من الامتيازات لا حدود لها، في تجربة فريدة مصممة خصيصا لنمط حياة استثنائي. انت ممكن تدخل ضيف مميز في أرقى صالات المطارات مع فيزا بلاك. مش بس كده، كمان الشغف بالتسوق بيصبح متعة لا تضاهي بعروض حصرية وخصومات لا مثيل لها. سلام عليكم، ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا جايب لك فيزا بلاك ائتمانية القوية جدا في البنك العربي. يا ترى مين البنك ده؟ خلي بالك برضو ان البنك العربي كنت اتكلمت عليه في فيديو سابق ان هو بيقدم وبيتنافس في قرض قوي جدا لكل فئات المجتمع المصري. هو مش بيخاطب حد معين بعينه، لا، هو بيخاطب كل الفئات، اصحاب المهن الحرة واصحاب المعاشات والمستثمرين والموظفين. علشان كده البنك ده لفت نظري ان هو داخل ينافس بقوة في السوق المصرفي المصري، ودلوقتي هو جايب لنا بطاقة بلاك الائتمانية من البنك العربي. انا جايب لك النهاردة في فيديو النهاردة افضل 18 ميزة لبطاقة بلاك الائتمانية من البنك العربي. هقولهم لك بسرعة، وهقول لك كمان ايه هي المستندات المطلوبة لإصدار بطاقة بلاك الائتمانية. تعالوا بينا نتكلم على مزايا بطاقة بلاك الائتمانية. رقم واحد، بيتقدم لك عروض حصرية لإقامات في الفنادق مختارة من لدى سلسلة فنادق فيرمانت وريفلز وماريوت وكل الفنادق العالمية. مش بس كده، كمان رقم اتنين معايا، بتاخد خصم لحد 15% من أكبر وكالات تأجير السيارات العالمية اللي هي هيرتس، مع إمكانية ترفيع فئة السيارة المستأجرة مجانا للخدمة. يعني هتأجر أفضل عربيات عالمية وانت في سفرك. مش بس كده، كمان الميزة الثالثة معانا ان البطاقة دي بتصميم اسود مميز آمنة للاستعمال، وتم تزويدها بتقنية الرقائق الذكية المتطورة واللي بتمتاز بأقصى درجات الأمان والحماية. وفيها كمان إضافة ميزة لا تلامسية للقيام بعمليات الشراء بسرعة وبأمان، وبتمرير كمان بطاقتك الائتمانية اللي بتحتوي على ميزة اللا تلامسية على جهاز التاجر. الميزة الرابعة معانا هي اشتراك تلقائي في برنامج مكافآت البطاقات الائتمانية اللي هي بتسمى ما بين قوسين مكافآت العربي. هو دلوقتي انت عندك اقوى برنامج للاشتراك في النقط. لازم وانت بتعمل البطاقة دي ترجع لخدمة العملاء وتشوف انت بتاخد كام نقطة للبطاقة دي. عندك كمان الميزة الخامسة اسعار فايدة منافسة جدا. الميزة رقم 6، حد مرتفع للسحبات النقدية. يعني انت بتاخد عن طريقها، لو انت عايز فلوس عن طريق مكنة الاي تي ام بيدي لك كمان حد مرتفع للسحبات. كمان الميزة السابعة معانا النهاردة ان هو بيدي لك خيارات مرنة للحد الادنى للسداد الشهري بتشمل 5% و25% و50% او حتى 100% من الرصيد. الميزة رقم 8 معايا، بيفتح لك برنامج سداد مريح بالعمولة بتصل ل 2.49% ولغاية 60 شهر. عندك كمان فترة سماح لغاية 57 يوم بدون احتساب أي فوائد على حركة الشراء ولا حتى رسوم إدارية. الميزة رقم 10 معايا، بتمتع كمان ببرنامج حماية ائتماني اختياري واللي يقوم بتغطية 100% من رصيدك القائم في بطاقة الائتمان لا قدر الله في حالة الوفاة أو حتى حالة العجز الكلي لحامل البطاقة الرئيسية لا قدر الله. ودي برضو ميزة مهمة جدا مش أي بطاقة بتعملها. الميزة كمان رقم 11 معايا، إمكانية الحصول لحد 5 بطاقات فرعية. يعني إيه بطاقات فرعية؟ لو أنت حضرتك طلعت البطاقة دي وعاوز كمان تطلع لزوجتك وأولادك، مفيش أي مشكلة. كل البطاقات دي بتتربط بالبطاقة رقم 1 الرئيسية اللي هي بتاعت حضرتك. الميزة رقم 12 معايا، بتخفف كمان عليك أعباء خدمة
تحويل الرصيد أو أرصدة بطاقات الائتمانية في البنوك أخرى إلى بطاقة فيزا الائتمانية من البنك العربي، وبرضو دي خدمة بيقدمها لك البنك العربي مميزة جدا. الميزة رقم 13 معايا بيدي لك حماية إضافية لو أنت بتتسوق ببطاقات عبر الإنترنت، زي مثلا خدمة ماستر كارد أو حتى فيزا أو حتى سكيور كود سيرفيس من البنك العربي، أو خدمة سهلة بتمكنك بالتمتع بالتسوق آمن عبر شبكات الإنترنت باستخدام بطاقة الائتمانية الصادرة من البنك العربي كل مرة بتشتري بيها عن طريق المواقع الإلكترونية. الخدمة دي لازم بتبقى متوفرة جدا، وهي حماية الأمان اللي هي بيتم إرسال رسالة قصيرة لرقم هاتفك المسجل في البنك، وبتكتب كلمة السر لمرة واحدة حتى تتمكن من استكمال عملية الشراء. هتقول لي ما هي موجودة في أغلب البنوك، أقول لحضرتك لا، ده في أكبر بنكين في مصر بيعدى عليهم الحكاية دي. هقول لك مثال بسيط جدا. لو أنت مشترك في خدمة أرامكس اللي هي خدمات الشحن، لما تيجي تربط بطاقتك على الابليكيشن وتيجي تدفع كل مرة، قسما بالله ما بيجي لك السكيور كود اللي هو الرقم الأمان اللي هو الOTP، وكمان بتحصل في اكبر بنكين في جمهوريه مصر العربيه، بنك مصر والبنك الاهلي المصري. ودي حاجه انا مستغربها حرفيا، لاي بطاقه من البطاقات دي لما بتتربط باي ابلكيشن سواء داخل مصر او خارج مصر مش بيطلب منك. يعني انت لو ضفت بطاقتك على حد امازون بتشتري حاجه من امازون وبتدفع بيها عادي، مش هيجي لك حتى رقم الOTP، تلاقيه دخل عمليه الدفع الاونلاين وتمت بنجاح. يعني لو تليفونك مع ابنك ولا حاجه وبيلعب بيه ودخل عمل عمليه شراء، كل سنه حضرتك طيب، المعامله اتعملت وما جاتلكش اصلا الOTP ده مهم جدا علشان تكمل العمليه الشراء. لازم تحط الOTP الرساله القصيره اللي بتيجي لحضرتك على الموبايل عشان تقدر تكمل عمليه الشراء اللي حضرتك بتعملها. الميزه رقم 14 معايا هي الوصول حسب بطاقتك الائتمانيه عن طريق خدمه العملاء المصرفيه عربي اونلاين مجانا. خلي بالك ان هم عاملين فريق مختص للبطاقه دي بيردوا عليك على كل استفساراتك على مدار الساعة. مش بس كده، كمان مركز خدمة العملاء متوفر 24 ساعة على مدار اليوم. عندك كمان سرعة في إجراءات إصدار البطاقة لا تزيد عن 3 أيام عمل. عندك كمان في قبول محلي وعالمي للبطاقة، يعني البطاقة بتاعتك تقدر تستخدمها في كل حتة في العالم، والفريق المبيعات المختص موجود في خدمتك في أي وقت. إيه هي بقى المستندات المطلوبة لإصدار بطاقة بلاك الائتمانية من البنك العربي؟ هنلاقي هنا إن أنت حضرتك بتحتاج صورة بطاقة رقم القومي وما يكونش فيها خدوش أو قصور، أو حتى جواز سفر للأجانب المقيمين على الأراضي المصرية، ولازم تكون عندك فاتورة خدمات حديثة زي كهرباء أو غاز أو مية، ويكون معاك كمان شهادة دخل سنوي. إيه هي الدخل السنوي بتاع حضرتك؟ سواء حضرتك كنت موظف او رجل اعمال او صاحب مهنة حرة، هم عاوزين يشوفوا دخلك السنوي كام علشان يقدر يقيم لك الحد الائتماني للبطاقة بتاعتك. لو انا فدتك في فيديو النهاردة ما تنساش انك تدعمني باللايك وسبسكرايب وشير للفيديو، لان ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. سلام.